رياضيات المواقع من أهم الحاجات اللي المفروض يتعلمها أي مبرمج ألعاب. أنا بقى عندي فكرة حلوة ممكن نتعلمها بطريقة حلوة. ممكن نعمل بروجكت. البروجكت بتاعنا كالآتي: السيركل يبدأ من أي موقع ما بين x equal 5 و x equal negative 5، وارتفاعه يبدأ من عند y equals 10، وتحتيه بقى سكوير. ده كده ما بين رقمين عشوائيين يعني، وده كده سكوير. المفروض بقى المكان اللي يقع فيه السيركل يشوف المسافة ما بين السكوير. لو المسافة ما بين السكوير وصلت لحد معين، بقت قريبة جدا، يبتعد عن السكوير مباشرة. طبعا يبتعد عن السكوير مباشرة دي معناها ان احنا مينفعش نديله فيكتور 3 معين ويخليه الفيلوسيتي بتاعه. مينفعش مثلا نقول له يطلع فوق، لان لو خليناه يطلع فوق ولو وقع هنا مثلا هتلاقي الناتج هو عمل كده. ولكن لا، احنا مش عايزينه يعمل كده، احنا عايزينه يبتعد عن السكوير مباشرة، اللي هو عامل زي كده مثلا. طيب نعمل حاجة زي كده ازاي؟ انا اوريدي عامل الكود بتاعي. طيب اولا احنا عاملين متغيرين، ده مجرد عشان بس اصغر الاسامي دي، عشان المفروض سكوير دوت ترانسفير دوت بوزيشن هو الموقع بتاع سكوير ونفس الحاجة للسيركل، ولكن يعني حروف كتير انا بقى لخصتهم في المتغيرين دول. اول حاجة بقى هو المتغير دوت اللاين بتوين السيركل والسكوير. عندنا سكوير وعندنا السيركل. انا عايز بقى الخط ما بين الجيم اوبجكتس دي، الخط ده. وغير كده المفروض الخط دوت فيكتور 2، ده معناه ان المفروض يكون ليه اتجاه. طيب هقول لكم ازاي تجيبوا الاتجاهين. في الاتجاه دوت اللي هو ناحية السيركل، والاتجاه دوت اللي هو ناحية السكوير. ناحية السيركل يبقى لازم ناخد الأول، في الحالتين على فكرة لازم ناخد الموقعين. فنقول إن موقع السيركل بوز 2، موقع السكوير بوز 1. طيب أنا عايز بقى الاتجاه اللي ناحية بوز 2، فأكتب بوز 2 ماينس بوز 1. طيب أنا عايز بقى الاتجاه اللي ناحية السكوير، بس يكون برضو المسافة ديت، يبقى هنعمل بوز 1 ماينس بوز 2. دي برضو فرصة حلوة ممكن نتعلم بيها الرياضيات البسيطة بتاعت الفيكتور تريز. فمثلا على السريع خالص يعني 1 1، ممكن نعمل بقى ما بين 2 فيكتور 2 أو فيكتور تريز ماينس زي ما عملنا فوق هنا أهو. وده طبعا هيرجع لنا برضو فيكتور 3. 1 ماينس 2 يبقى بنعمل، معلش عشان ما وضحتهاش، المفروض بنعمل ماينس للإكسز وماينس للواي. ف 1 ماينس 2 هيطلع بنيجاتيف 1، 1 ماينس 3 هيطلع بنيجاتيف 2. طيب نجرب نعملها بالبلس. مش كده، هنعمل بلس برضو للإكس. 2 بلس 3 يبقى 5، 2 بلس 3 يبقى 5. عملنا بلس للواي برضو. ممكن برضو نعمل ملتبليكيشن، ممكن نضرب. فمثلا 3 و2 نعمل ملتبليكيشن بقى ازاي بقى؟ هل هنعمل ملتبليكيشن مع فيكتور 2؟ لا، هنعمل ملتبليكيشن مع رقم. ما ينفعش اصلا نعمل ملتبليكيشن مع فيكتور 3، يونيتي مش هيقبل. فمثلا نضربها في 5، يبقى كده في الاخر ده هيكون 15 وده هيكون 10. خلينا برضو نفرق
في حتة الفيكتور 2 إن هو ليه حاجتين، هو ليه قوة وليه اتجاه. خلي بالكم بقى كلمة قوة دي برضو هياها مسافة، هياها طول. تمام. طيب يعني ايه قوة ومسافة وطول؟ يعني الطول بتاع الفيكتور 2، وطبعا عارفين ان الفيكتور 2 دوت سهل، ليه اتجاه وليه قوة. فالفيكتور 2 قوته مسافته طوله يكون عامل كده، والاتجاه بتاعه هو الاتجاه بتاعه باينة من اسمه. فمثلا ده وده وده دول عاملين ازاي؟ اولا الاتجاه بتاعهم كلهم واحد، تمام، ولكن الفرق في القوة، دي قوته عالية، دي قوته قليلة، دي قوته نص نص مقارنة يعني مع الباقيين يعني. طيب حاجة زي كده، هل دول كلهم ايكوال؟ لا، ولكن المسافة بتاعتهم كلهم ايكوال. ده الطول بتاع ده قد الطول بتاع ده قد الطول بتاع ده، قد القوة بتاع ده قد القوة بتاع ده قد القوة بتاع ده. عايزين نتعود على تغيير الأسامي دي، ولكن الاتجاه بتاعهم مختلف، ده باصص هنا ده باصص هنا ده باصص هنا. جميل. نرجع بقى تاني لده. أنا كنت عايز أقول لكم ده بقى ليه؟ لأن لو إحنا عملنا ده أو ده كده كده المسافة هتطلع واحد، كده كده ده هيكون القوة ده هيكون المسافة. ولكن الفرق بقى هيكون في الاتجاه، لأن بوز 2 ماينس بوز 1 هيكون باصص ناحية بوز 2، بوز 1 ماينس بوز 2 هيكون باصص ناحية بوز 1. الموقع اللي انتوا بتكتبوه في الأول هو اللي هيكون باصص إليه. جميل. طيب لو احنا كنا عايزين نعكس الاتجاه هنعملها ازاي؟ مثلا عندنا الفيكتور 2 كده، عايزين نخليه نفس المسافة ولكن يكون عامل كده، ده كده اتجاه، ده كده الاتجاه العكسي بالظبط. هنعمل تايمز نيجاتيف 1. جميل. طيب لو احنا عايزين بقى يكون نفس المسافة او معلش نفس الاتجاه ولكن مسافات مختلفة، يبقى هنضرب في الرقم اللي احنا عايزينه. طبعا ما ننساش لو اي رقم نيجاتيف هيشقلبها الاتجاه العكسي على طول. لو عايزين نغير مجرد المسافة يبقى لازم نكتب رقم بوزيتيف. فمثلا تايمز 5 يبقى هيخلي الفيكتور 2 5 أضعاف أقوى، طوله 5 أضعاف. جميل جدا. طيب كمل في الكود. خدنا اهوت الخط ما بين السيركل والسكوير، عايزين بقى المسافة ما بين السيركل والسكوير، لأن دي برضو من ضمن الشروط. عايزين نشوف لو السكوير قرب أو معلش لو السيركل قربت للسكوير نخليه يعمل فيلوسيتي، يعمل كده نزقه في الناحية ديت. عندنا بقى طريقتين. أولا ممكن نستخدم vector 3 dot distance، ده method هيرجع لنا float. هنديله موقعين، الموقع الأولاني والموقع التاني، هو هيدينا بقى المسافة بينهم. طيب ممكن يكون عندكم سؤال، ليه أصلا هو بيرجع float؟ ليه مش بيرجع vector 3؟ لأن ده بيرجع distance، بيرجع المسافة، بيرجع القوة، ولكن القوة ده float. فمثلا لو جبنا فيكتور 3 عامل كده، تمام،
ده فيكتور 3 ليه؟ لأنه عنده قوة وعنده اتجاه. ولكن لو أنا جبت لكم حاجة زي كده، هل ده ليه اتجاه؟ لأ، دي مجرد مسافة. طب المسافة بتتقاس ازاي؟ هنجيب مسطرة. طبعا لما نقيس بقى المسافة ديت هيطلع من المسطرة رقم، مش هيطلع فيكتور 2. تمام. هنا برضو الطريقة التانية، احنا ممكن بقى ناخد القوة لو احنا عندنا الفيكتور 3، لو عندنا قيمة الفيكتور 3. فمثلا احنا عندنا اصلا اهوت line between circle and square، دي القيمة اللي احنا عايزين ناخد، او معلش احنا عايزين ناخد المسافة بين دي ودي. المفروض اللاين between circle square اصلا معناه ايه؟ الفيكتور 2 اللي ما بين السيركل سكوير اللي هو دوت. يعني ممكن ناخد الطول دوت وهيقول لنا المسافة، هيرجع لنا المسافة. الطول بتاع الفيكتور دوت هيرجع لنا المسافة ما بين التو بوزيشنز دي. طب نجيب ازاي القوة بتاعتها؟ الطول بتاع الفيكتور 2 بيكون line between circle and square dot magnitude، وده طبعا هيكون float. طيب لو المسافة ما بين السيركل والسكوير أقل من المسافة اللي احنا محددينها فوق، يعني لو السيركل قرب على سكوير يعني واحنا محددين المسافة، اللي هو لو قرب بمسافة كذا اعمل كذا. سيركل اربيتال فيلوسيتي، الحتة دي بقى ممكن ناخدها كده ونشرح كل واحد منهم واحدة واحدة عشان محتاجة كده. أولا سيركل اربيتال فيلوسيتي دوت متغير نوعه فيكتور 3، يعني هو اوريدي سهم، ولكن احنا بقى عايزين نحدد السهم دوت بحيث ان هو يكون بعيد عن السكوير، بحيث ان هو يروح في الاتجاه ده. هو الفيلوسيتي كده بنحدد السرعة. طيب بنحددها بقى، بنديها قيمة ايه؟ أول حاجة بنديها اللاين بتوين السيركل سكوير. ايه ده؟ ليه كده؟ خليني أقول لكم ليه. احنا قلنا احنا عايزين الاتجاه اللي بعيد عن السكوير مباشرة، مش كده؟ طيب خلينا نشوف كده الخط ما بين السيركل والسكوير عامل ازاي. الخط دوت، واحنا اوريدي اصلا مديله الاتجاه اللي هو ناحية السيركل. طب ما ده كده بالظبط اللي احنا عايزينه، احنا عايزين اصلا نفس الاتجاه دوت، عايزين نفس الاتجاه دوت. ده اللي احنا بقى بنستخدم اللاين بتوين السيركل والسكوير في الحالة دي. طيب هل احنا بقى عايزين اللاين بتوين السيركل والسكوير في حد ذاته؟ احنا عايزينها في ايه؟ في الاتجاه بس، مش عايزينه في القوة، مش فارق معانا القوة. ده ليه بقى بنكتب دوت نورماليزد بعد الفيكتور 3. لما نيجي يكون عندنا فيكتور 3 مثلا بوس، حاسس بوس دي مش هتكون فكرة حلوة، عايزين واحد باتجاه التكامل يكون مهتم يعني مثلا الفيلوسيتي. طيب النورماليزد بقى انت ممكن تعتبره كسيركل، في نص السيركل يكون الحتة دي كده، وطبعا السيركل بيكون ليه نص القطر مهما كان انت رسمته في اي مكان، المسافة بتاعتها هتكون واحدة، ده قد المسافة ديت قد المسافة ديت قد المسافة ديت. دي من خاصيات السيركل. الحلو بقى في النورماليزيشن ان هو بيخليه جوه السيركل دوت. مثلا لو عندنا فيكتور 3 عامل كده هيدخله جوه، بحيث ان هو يوصل عند التقاطع ما بين الفيكتور 3 في اتجاه الفيكتور 3 والسيركل دوت. ده بيكون حلو في ايه بقى؟ مثلا لو عندنا كذا فيكتور 3، عندنا فيكتور 3 عامل كده، فيكتور 3 عامل كده،
فيكتور 3 يعمل كده، واحنا عايزين اتجاه من الفيكتور 3 ولكن مش عايزين القوة. ساعتها هنستخدم نورماليزيشن. دلوقتي هخلي ده نورماليزد هيوصل لهنا، هخلي الفيكتور ده نورماليزد هيوصل لهنا، هخلي الفيكتور ده نورماليزد هيوصل لهنا. جميل جدا. يبقى كده احنا خلينا بقى كل يعني مهما كان المسافة ما بين السيركل سكوير خليناها اتجاه، بناخد الاتجاه اللي احنا عايزينه، وبنخلي المسافة هيها مهما كانت، او معلش بنخلي قوة يعني الفيلوسيتي هيها مهما كان المسافة. آخر حاجة بقى بنضربها في away velocity بحيث إن الفيلوسيتي اللي بناخده دوت ما يكونش قليل أوي. مثلا لو عندنا سكوير اهوت وعندنا السيركل اهوت، اقترب بقى للسكوير، لازم هيبتعد. أولا هيبتعد بالمسافة دي، أو معلش هيبتعد بالفيكتور 3 دوت، ولكن احنا مش عايزين بقى القوة ديت، احنا عايزين احنا اللي نحدد القوة. عشان كده احنا بناخد الاتجاه فقط من خلال دوت نورمالايزد. اخدنا الاتجاه، ولكن الاتجاه بتاع النورمالايزد مظبوط تمام، ولكن القوة مش مظبوطة. القوة قليلة جدا، في العادي بتكون أصلا ما بين 1 ونيجاتيف 1 على الإكس والواي، دول بيكونوا ما بين 1 ونيجاتيف 1، ده قليل أوي. فبنعمل إيه؟ بنعمل تايمز، بحيث إن بدل من إن هو يكون قليل كده نديله زق عادي. دي برضو من خاصيات التايمز. كنا بنقول لو انت عملت تايمز لأي فيكتور، الفيكتور هيكون هو في الاتجاه مش هيتغير، ولكن القوة بتاعت الفيكتور دوت هيتغير. فاحنا عملنا كده، احنا بنزود القوة بتاعت الفيلوسيتي، بنزوده طبعا عن نورمالايزد بحيث ان كلهم يكونوا زي بعض. اخر حاجة بنشوف لو السيركل ابتعدت على الواي او على الاكس، يبقى نرجعها تاني للموقع ما بين اللي هي المواقع ديت يعني. هنا بشوف لو الموقع على الواي اقل من -5 او الموقع على الاكس اكبر من 10، وانا بحول النيجاتيف لبوزيتيف عشان ما اكتبش هنا شرطين. كده بقى هيعمل ايه جوه اللعبة؟ شايفين هنا اقترب جدا للسكوير، اقترب قد المسافة اللي احنا بنقولها له هنا، وابتعد مباشرة عن السكوير. طيب ممكن نعمل حاجة، ممكن نقوي الفيلوسيتي. شايفين دلوقتي هو بيبتعد بقوة أكتر لأن سرعته بتكون أعلى. طيب هنرجع تاني يكون قليل كده، قليلة 5. ممكن بقى نحدد المسافة، نخليها مثلا 2. ساعتها لازم يقرب أوي للسكوير عشان يعرف يطبق العملية دي. لو خليناها مثلا 10 يبقى كده يعني يكون بعيد أوي وهيتطبق برضه. ده اللي أصلا بنشوفه يا دوب بيبدأ من هنا بيتزق على طول.